يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الثلاثاء مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين العملاق الإسباني ريال مدريد ومضيفه الإنجليزي ليفربول، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. تعد هذه المباراة امتدادا للصراعات التاريخية بين الناديين، وتكتسب أهمية قصوى في تحديد ملامح المتأهلين عن المجموعة. ضربة موجعة للريال وغياب مؤكد. جاءت التحضيرات للمباراة لتشهد نبأ غير سار للمدرب تشابي ألونسو، حيث أعلن النادي الملكي يوم أمس الاثنين عن إصابة النجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو بألم العانة الرياضي الفتق الرياضي. أكد التقرير الطبي غياب اللاعب عن الملاعب لعدة أسابيع، لتشكل هذه الإصابة ضربة موجعة لخطط الفريق الهجومية، وتجبر الجهاز الفني على إعادة ترتيب الأوراق. فرصة البدلاء: دياز في الصورة، وكامافينجا يفرض نفسه يفتح غياب ماستانتونو الباب واسعا أمام اللاعبين الاحتياطيين لإثبات الذات وانتزاع مقعد في التشكيلة الأساسية لهذه القمة الأوروبية. يعد اللاعب الدولي المغربي براهيم دياز أحد أبرز المرشحين لملء الفراغ الذي تركه الأرجنتيني، لكونه البديل الأقرب والأول في ذات المركز. ومع ذلك تشير التوقعات الصحفية إلى أن مشاركته كلاعب أساسي اليوم تبدو مستبعدة. في هذا السياق كشفت صحيفة آس الإسبانية الموثوقة أن المدرب تشابي ألونسو يميل بشكل أكبر إلى الاعتماد على النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا في التشكيلة الأساسية لزيادة الصلابة والتوازن في خط الوسط، مما قد يدفع دياز للانتظار على مقاعد البدلاء. هذا القرار يعكس رغبة المدرب في فرض السيطرة على وسط الملعب أمام قوة ليفربول. التشكيلة المتوقعة: خليط من الخبرة والشباب. من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بتشكيلة تجمع بين الخبرة الكبيرة والشباب الواعد، مع تركيز واضح على القوة الهجومية والسيطرة على منطقة المناورات. وفقا للتحليلات والتسريبات الصحفية، من المرجح أن تكون التشكيلة الأساسية للنادي الملكي على النحو التالي: حراسة المرمى كورتوا، خط الدفاع فالفيردي، ميليتاو، هويسين، كاريراس، خط الوسط تشواميني، جولر، كامافينجا، بيلينغهام، خط الهجوم فينيسيوس، مبابي. تبين هذه التشكيلة استمرار الاعتماد على النجمين بيلينغهام ومبابي لقيادة الهجوم، مع دخول أسماء شابة مثل جولر وهويسين، مما يعكس سياسة النادي في الموازنة بين الحاضر والمستقبل. المباراة ستكون بلا شك اختبارا حقيقيا لقدرة البدلاء والشباب على تحمل ضغط اللقاءات الكبرى في أنفيلد. هل تود أن أبحث لك عن آخر أخبار ليفربول قبل هذه المواجهة؟